السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وحشتوني من آخر فيديو عملته معاكم. النهارده هنرجع مع بعض كده بأكلة بالعيار التقيل، هاقول لِك النهارده تعمليها إزاي، وإزاي تعملي أحلى خلطة للممبار، كل اللي هياكلها من إيدِك هيقول لِك تسلم إيدِك يا ست الكل. بس في البداية نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى الغالي، ولو لسه ما اشتركتيش معايا في القناة يشرفني إنِك تنضمي لقناتي. بدايةً كده معايا بصلتين كبار مقطعاهم تقطيع متوسط، نزلت بواحدة منهم في حلة فيها زيت سخن، هاسيبها تاخد اللون الدهبي الجميل دوّة زي ما أنتم شايفين، بعد كده هانزل معايا كيس صلصة مجمدة هانزل بيه، وهاسيبها تفُك معايا، طبعًا أنتِ ممكن تحطي الطماطم بتاعتِك كلها فريش فمش مشكلة، دي حاجة اختيارية. بعد كده هانزل بعصير الطماطم بتاعي، هادّي له بس كده تقليبة مع بعض، وهانزل بمعلقة كده من الملح، وهاسيبهم يتسبّكوا نُص تسبيكة، يعني ما تكونش بخّرت المَيّة بتاعتها كلّها. بعد كده هانزل بقى بالبصلة التانية اللي معايا، يعني أنا عايزاها بس تدبل كده مش يعني مش عايزاها تستوي سِوَى كامل، يعني تبقى دبلانة بس كده في وسط الصلصة. بعد كده هانزل بفلفل، ده فلفل حلو طبعًا ممكن تحطي معاه فلفل حار بس أنا ما كانش متوفر عندي، فنزلت بفلفل حلو بس، وهانزل بفلفل أسود وكمون بس، بقية التوابل يعني مش هاحطها دلوقتي، هادّيهم كده تقليبة مع بعض وهانزل بشوية من الخضرة بتوعي، برضه دي مش الخضرة كلها دي جزء بس منها، وهادّيها تقليبة. وهاخد بقى جزء من الخلطة دي هاحطه على جنب اللي هي الصلصة، هاحطه بس على جنب علشان أنا هاستخدمه في الكرشة، أهي بالشكل ده حبيت أوريه لكم، دي كده الصلصة اللي أنا هاستخدمها في الكرشة، هاحطها بقى على جنب. بعد كده هانزل بباقي التوابل بتاعتي، دي توابل محشي لازمًا تتأكدي منها علشان في غش في موضوع التوابل، وكمان هانزل برشة كده صغيرة من الشطة المجففة دي طبعًا اختياري ممكن تستغني عنها. وده الرز بتاعي أنا غسلته وصفيته كويس، هقلب كده المكونات مع بعض، بعد كده هنزل بباقي الخضرة بتاعتي وتكون كده معايا الخلطة جهزت، خلطة المحشي جهزت. دي بقى تنفع لجميع أنواع المحاشي صراحةً، بتودي المحشي في حتة تانية، اعمليها بطريقتي دي صراحةً مش هتبطلي تعمليها، وكل اللي هيدوقها منك والله إن شاء الله هينبهر بيها بإذن الله. بعد كده بقى هنا الكرشة بتاعتي أنا نزلت فيها في الصلصة اللي أنا أخدتها على جنب، هاديها كده تقليبة بحيث ان كلها تندمج مع الصلصة، وبعد كده هنزل بمج كده من الشاي، مج مية من اللي هي المجات بتاعة الشاي، وهغطي عليها واسيبها كده تستوي مع نفسها على بال ما احشي الممبار بتاعي. ممكن تحشي الممبار بطريقتين، اول طريقة نحط صباعنا زي ما انت شايفة كده ونبتدي ان احنا نحشي، ودي بتبقى محتاجة عصب جامد صراحة، وانا اعصابي يعني مش ما بتستحملش زي ما بيقولوا، فانا ما بحبش احشي بيها بالطريقة دي، انا بحب امسك طرفها بالشكل ده واحشي زي ما انتم شايفين، دي الطريقة اللي بتريحني، طبعا انت ممكن تختاري الطريقة التانية لو بتريحك. بعد ما حشيت بقى الممبار بتاعي عندي هنا مية مغلية فيها التوابل بتاعتي بتاعة اي لحمة عادية زي ما انتي هتكوني بتعملي اي لحمة عادية، والبصل والطماطم والفلفل، ولو حابة تحطي جزر يعني دي حاجة اختيارية انتي بتنكهيها زي اي شوربة. بعد كده بتنزلي بالممبار بتاعنا وتديه تقليبة خفيفة خالص وتسيبيه بقى يستوي معانا، زي ما انتي شايفة كده الممبار بتاعي استوى، هابتدي بقى أشيله في حاجة خارجية، طبعًا ما ينفعش أبدًا تسيبي الممبار بعد ما يستوي في قلب الشوربة بتاعته، يعني عايزة أقول لِك إن
النتيجة مش هتبقى كويسة خالص، يعني اللي هيعجن منِّك وكمان ممكن يتفتح منِّك لإنه هياخد سِوَى زيادة، فيعني ما انصحكيش أبدًا إنِّك تسيبيه بعد ما يستوي. بعد كده هنا بقى طاسة فيها زيت سخن، هابتدي إن أنا أحمّر الممبار بتاعي بالشكل الحلو ده زي ما انتم شايفين، خد لون جميل معايا. هابتدي بقى إن أنا أطلّعه في طبق التقديم. بعد بقى ما حمّرت الممبار بتاعي بقى معايا بالشكل والحلاوة اللي انتم شايفينها دي، شايفين الحلاوة والجمال، شايفين الكرشة استوت معايا وبقت بالشكل اللي انتم شايفينه. صراحة أكلة كده تفتح النفس وولادك مش هيبطلوا يطلبوها منِّك. ولو وصلتِ معايا بقى لحد هنا ما تنسيناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.